انا ولد وحيد بابايا ومامتي، وكل الالعاب اللي انا كنت بتمناها اهلي كانوا بيجيبوها لي. منين ما ابص على لعبه او ادور على حاجه الاقي اهلي يقولوا لي اوكي هنجيبها. وفي الاخر لقيت عربيه جميله جدا، قلت لهم هي دي اللعبه اللي انا عايزها. بابايا راح دافع فلوسها على طول واخدت اللعبه وروحنا على البيت. واحنا مروحين على البيت لقيت بنت صغيره بتعيط. اهلي قالوا دي بنت غلبانه قوي ولازم ناخدها نربيها معانا في البيت. انا قلت حلو، هنعيش اسره سعيده واولاد هيبقى مع بعض والبنت هتبقى معايا وهنعرف نلعب مع بعض. بس انا بلعب لوحدي وهي بتلعب لوحدها. ولما اهلي نزلوا راحوا مشوار لقيت البنت بتعيط. حاولت ان انا اساعدها بس معرفتش اعمل حاجه. في الوقت ده اهلي نسيوا حاجه في البيت وجم راجعين على البيت. جبت لها كل الاكل اللي ممكن يتاكل وهي برضه مش عايزه تاكل. قلت طب ما يمكن تاكل برجر. اكلت البرجر وبطنها وجعتها جدا. قعدت احاول انقذها بس مفيش فايده. اما اهلي دخلوا لقوني قلبها كده وكاني بضربها واكلتها برجر. قالوا لي ازاي تاكلها حاجه زي دي يا ولد، انت ما تعرفش ان ممنوع البيبيز ياكلوا برجر؟ فانا ما كنتش اعرف بجد. انا زعلت واخدت نفسي ورحت على الاوضه. اللعبه بتاعتي وقعت من ايدي وانا نايم، وهي راحت اخدتها ولعبت بيها لغايه لما كسرتها. اما هي كسرتها انا كنت زعلان قوي. قلت لها ازاي تكسري لعبتي، انت ما ينفعش تلعبي بحاجتي. اما اهلي دخلوا لقوها متعوره في رجلها. قالوا لي انت كمان بتعورها، مش كفايه ان انت اكلتها غلط. انا زعلت وقلت اسرتي السعيده باظت. في الوقت ده مخي قعد يفكر انت ممكن تعمل ايه كويس للبنت. بس فيا حته بتقول انت البنت دي شريره ولازم تخلص منها. اعمل ايه؟ اسمع كلام مين؟ يا ترى اعمل الخير واساعد البنت دي ان هي تبقى جزء من اسرتنا، ولا اعمل الشر ان انا اخلص منها؟ بس انا معرفتش افكر في حاجه غير ان انا اخلص من البنت عشان اهلي يرجعوا تاني يهتموا بيا زي الاول. رحت بالليل اخدت البنت ورحت بيها في الشارع، وانا ماشي قابلت ولد شرير وهو كان عايز يعدي فخبطنا في بعض. هو ما سابنيش، هو كان بيضربني وقعد يضرب فيا. بس البنت الصراحة قررت ان هي كمان هتضربه. لما جه يضربها انا قلت محدش هيضرب اختي ورحت ضربته. هي جت تنقذني فضربها على راسها وطلع يجري. انا كنت زعلان قوي ان انا ازاي كنت هعمل فيها حاجة زي دي. رحنا بيها المستشفى ولقيتها جابت لي عربية زي اللي اتكسرت، وانا كنت فاهم الدنيا غلط. ومن ساعتها واحنا عايشين اسرة سعيدة تاني. ايه رأيكم في القصة دي؟ لو عجبتكم دوسوا اعجاب للفيديو وللصفحة. شكرا ليكم.